السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد من فيديوهات ماركير. معاكم محمد شعلان، والنهارده هنعمل حمام كريم او هير كونديشنر. طبعا بعد استخدامنا للشامبو في عملية الاستحمام، سواء الشامبو ده كان سلفيت فري او لا، بيأثر على الشعر، بيخليه يفقد كمية كبيرة من الزيوت والمعادن، وللأسف بيؤدي ان هو الشعر يتساقط، بصيلات الشعر ان هي تتكسر. فبنبقى محتاجين حاجة تعيد تاني للشعر الزيوت اللي هو فقدها والفيتامينات، زي حمام الكريم. حمام الكريم اللي احنا هنعمله النهاردة حمام كريم طبيعي، بيساعد على تقوية بصيلات الشعر، وبيخلي الشعر يقدر يعوض الزيوت اللي فقدها، وفي نفس الوقت يحافظ عليه من التكسر. قبل ما ندخل في الفيديو، أتمنى من حضراتكم انكم تعملوا لايك وشير وسبسكرايب. احنا الحمد لله وصلنا دلوقتي حوالي almost 400، فلو كل واحد من 400 يعني عمل بس شير للقناة مع 10 من صحابه، هنعدي رقم كبير ان شاء الله، علشان خاطر في حاجات كتير عايزين نعملها مع حضراتكم خلال الفترة اللي جاية، سواء طرح للاي بوك ان في ناس هتفوز بيه، سواء الكورسات اللي احنا هننزلها، كمان الجيف اويز، وهنقول لكم على المواعيد اللي هنبقى موجود فيها في بازارات، وتقدروا تاخدوا المنتجات بتاعتنا هدية. بس ده كله هيبقى محتاج ان حضراتكم يبقى فيه عدد زيادة شوية، فنتمنى من حضراتكم انكم تعملوا كده وتشيروا القناة مع حبايبكم علشان العدد يزيد. بالنسبة لي الهير كونديشنر بتاع النهاردة، كل المواد الخام والنسب بتاعتها موجودة في الديسكريبشن، فيلا بينا نبدأ نشوف هنحضر ازاي. ده هيبقى المنتج اللي احنا هنعمله النهاردة، او ده حمام الكريم اللي احنا هنعمله النهاردة. ده حمام كريم مش بلسم، في فرق كبير قوي. هنعمل البلسم ان شاء الله، بس ده النهاردة هنعمل حمام الكريم. اول حاجة عندي الستايل الكحول، وده الكونديشننج ايجنت. ده بيخلي الشعراية تفضل طرية وبيحافظ عليها، بيعمل زي كوتنج كده، وفي نفس الوقت هو برضو بيستخدم كإمالسيفاير. بعد كده عندي الإمالسفاينج واكس، وانا هنا استخدمت الفي 165، الناتيرول في 165، وده نوع من انواع الاولفين 1000. وده حلاوته ان هو طبيعي، في نفس الوقت كمان بيزود السماكة والكثافة بتاعة الكريم بتاعي. بعد كده هستخدم زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو من احلى الزيوت للشعر، لانه بيساعد على ان هو يطول الشعر، وفي نفس الوقت يحافظ عليه ان هو ما يتكسرش. والعنصر الجميل اللي انا بحبه جدا، وده مش يعني مستحيل تلاقي اي زيت او اي كونديشنر مش موجود فيه، زيت الخروع. لان زيت الخروع بيعطي طراوة ورطوبة ونعومة للشعر غير طبيعي. وكمان هضيف معاه زبدة الشيا. زبدة الشيا كمان بتطري وترطب الشعر. كل الكلام ده ده هيبقى الجزء الزيتي، بس انا هنا مش حاطط كمية كبيرة، يعني نسبة الزيت هنا لا تتعدى 20%، علشان ما يبقاش عندي السوليوشن او الاويل فيز بتاعي زيتي، فيعمل لي ان الشعر يخلي الشعر جريسي او في دهون. لا، انا عايزه يديله الغذاء بتاعه ويديله الزيوت بتاعته، وفي نفس الوقت ما يبقاش جريسي. فلازم النسبة تبقى أقل من 20%. طبعا هتلاقوا حضراتكم النسبة، بس أنا بقول لكم برضو إن هي النسبة أقل. هاجي بعد كده أحطه على الهوت بليت، وطبعا زي ما احنا عارفين دايما إن الهوت بليت يبقى على أقل درجة حرارة، علشان خاطر الزيوت بتاعتي ما تتحرقش. هسيبه خالص لحد ما يحصل له عملية الذوبان. ده هيبقى بالنسبة للجزء الزيتي قبل ما أدخل على الجزء المائي. خلاص دلوقتي هو عندي داب تماما، هسيبه على جنب وهبدأ أحضر الجزء المائي. أول حاجة عندي هنا الزانثانجم، والزانثانجم هيزود الكثافة بتاعة المحلول بتاعي، وفي نفس الوقت هيدي الملمس الناعم بتاع حمام الكريم. وهنزل عليه بالجليسرين، وأنا مهم جدا إن أنا بدوب الزانثانجم في الجليسرين علشان ما يعملش أي تكتلات، لأن دي أحسن طريقة في عملية الذوبان بتاعته. هقلب كويس جدا لحد ما ادوب كل الزانثانجم في الجليسرين، وبعد كده هضيف عليه الماء المقطر بتاعي. طبعا الماء المقطر انا برضو كنت حاطه على هوت بليت عشان يبقى عند نفس درجة الحرارة بتاعة الاويل فيز. لما اجي اضيف الاتنين على بعض يبقى هما الاتنين عند نفس درجة الحرارة. مهم جدا المعلومة دي. انا جبت عندي هنا الفلاسك، وبنزل
distilled water بتاعتي او الماء المقطر، وهبدا اقلب الجليسرين مع الزانثانجم. هتلاقوا حضراتكم ان هو داب على طول جدا زي ما حضراتكم شايفين، مبقاش عندي اي تكتلات، مش محتاج بلندر، مش محتاج اي حاجه، لان هما الاتنين طبعا الماء المقطر كان متسخن، وكمان عمليه الذوبان اللي انا عملتها في الجليسرين سهلت عليا جدا لما اجي اقلب. هجيب الاويل فيز وهبدا انزل على الاويل فيز بالووتر فيز واقلبهم هما الاتنين مع بعض، واتاكد تماما ان هما الاتنين امتزجوا مع بعض كويس جدا جدا جدا. بصوا حضراتكم الزانثانجم بينزل ازاي، مفيش اي تكتلات، نازل شفاف جدا، لان انا عملت الطريقه الصح بتاعت الذوبان بتاعته. نزلت طبعا كل الكميه وهبدا اقلب المحلول بتاعي علشان امزج الاويل فيز مع الووتر فيز. انا هنا قلبت بايدي، بس ممكن لو هتستخدموا بلندر مفيش مشكله. انا احيانا بستخدم البلندر، بس بستخدم بلندر التاني زي اللي هو بتاع البيض او الكريم شانتيه الناس اللي بتعمله، علشان ما بيعمليش بابل في السوليوشن، فانا بفضل ده. ممكن تستخدموا الهاند بلندر برضو، الهاند بلندر كويس جدا وما بيعملش بابلز، بس انا بقول لكم انا هنا استخدمته بايدي، هنا قلبت بايديا يعني. ممكن ياخد وقت شويه، ولكن لو عايزين طريقه اسرع او عايزين يبقى في تختصروا الوقت تستخدموا طبعا الهاند بلندر. ده شكله عندي دلوقتي خلاص، انا ده هسيبه على جنب، لان انا لسه هحضر حاجه التالتة اللي هي الكول داون فيز. كول داون فيز ده بيبقى لازم درجات الحراره بتاعته اللي هي الروم تمبريتشر. فهبدا باول حاجه عندي هنا البايتن. البايتن جميل جدا 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 لنمو الشعر، من احلى الحاجات لنمو الشعر هي البايتن. فانا هبدا اضيف البايتن وهنزل عليه بالديستيلد ووتر. ديستيلد ووتر دي طبعا في درجه الحراره بتاعه درجه حراره الغرفه، وبما اني بقول ان ده كول داون فيز يعني هتبقى كل درجات حرارته بارده او قليله خالص. بقلب كويس جدا بحيث ان انا ادوب كل البايتن في الميه. بعد كده هنزل عليه ببولي كواترنيوم 7. بولي كواترنيوم 7 من المواد اللي بتعمل برضو كوتنج للشعرايه، وبتنعم الشعرايه جدا جدا جدا، وبتديني احساس وملمس ناعم بعد استخدام الشامبو، وده مفيد جدا للشعر. حتى كمان ممكن استخدمه في الكريمات. هقلب كويس جدا علشان خاطر اخلي المحلول عندي متجانس ومتماسك، وهنزل بعد كده عليه بالحاجة اللي انا بحبها وبحب اضيفها جدا في اي حاجة خاصة بالهير كير، بالذات البانثينول. البانثينول هو فيتامين ومهم جدا 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 جدا، علشان ويعادل كل الفيتامينات اللي كان فقدها الشعر خلال عملية الاستحمام. بانثينول مهم جدا 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 في التركيبة بتاعتي. بنزل بالبانثينول واتأكد ان البانثينول اللي انا بستخدمه بانثينول يعني كواليتي بتاعته كويسة. انا عندي نوعين، عندي النوع ده وعندي نوع تاني، والاتنين مستوردين من بره مش من هنا. بقلب كويس جدا واتأكد ان المحلول كل المكونات اللي عندي هنا خلاص دابت وبقت في حالة ذوبان تام. هنزل بعد كده عليهم علشان خاطر اظبط البي اتش. فعلشان درجة البي اتش بتاعت الشعر دايما ما بين 4 لحوالي 5.5، فانا هستخدم مادة هنا تانية علشان خاطر اظبط البي اتش. انا استخدمت هنا اللاكتيك اسيد. اللاكتيك اسيد بضيف منه كميه قليله قوي. اللاكتيك اسيد حلو جدا عشان بيمنع كمان ان يحصل عندي اي التهابات في فروه الراس او فروه الشعر، بيحارب الفطريات وهكذا، كل الكلام ده كله، فهو مفيد جدا وفي نفس الوقت بيظبط لي البي اتش. خلاص عندي السوليوشن بتاعي بقى في درجه حراره الغرفه. هنزل بالكول داون فيز على المين سوليوشن وهبدا اقلبهم هما الاثنين كويس جدا علشان يمتزجوا مع بعض. وبعد كده هضيف بقية المكونات بتاعتي. أنا أولموست خلصت حمام الكريم، ولو وصلنا لحد هنا يبقى لازم نكون عملنا لايك وشير سبسكرايب. ما تنسوش دايما خليكوا متابعينا علشان تشوفوا كل جديد معانا. أنا هنا قست البي اتش وطلع عندي 5.
أنا باقيس الpH بالطريقة دي، ولكن في طريقة تانية الأغلب بيعملها، إن أنا باعمل محلول 10% من الsolution ده، يعني هاخد حوالي 2 جرام مثلًا من الsolution بتاعي وأحط عليه 18 مللي من مَيّة وأدوبهم مع بعض وأقيس الpH. دي طريقة طبعًا سليمة، بس أنا هنا عارف أنا باستخدمها إزاي. ضفت البايكرول WS1 اللي هي المادة الحافظة، وبعد كده ضفت عندي الessential oil بتاعي. أنا باحب جوز الهند جدًا، جدًا، جدًا في حمام الكريم، فضفت جوز الهند. هابدأ أقلّب تاني هُم الاتنين، بس قبل ما أقلّب باضيف تاني جبت الفلاسكة بتاعتي وباضيف بقية الdistilled water عشان أكمّل الsolution بتاعي لحد 500 مللي، لإن أنا باعمل 500 مللي، وهاقلّب كويس جدًا هُم الاتنين، وهادّي له ضربة كده كمان بالبلندر زي ما حضراتكم هتشوفوا، بحيث أبقى أنا ضامن إن كل المواد الخام عندي وكل الsolution بتاعي متماسك ومتجانس مع بعضه وامتزج تمامًا، تمامًا، تمامًا مع بعضه. بعد كده آخر حاجة خلاص هاضيفها الفيتامين E. الفيتامين E مهم جدًا، جدًا، جدًا للشعر كمان ومهم للبشرة، وإحنا دايمًا بتشوفونا بنستخدمه. ففيتامين E هنا كمان بيرجّع الفيتامينات اللي فقدها الشعر، وبيعزّز من إن هو يخلّي الشعر يطول ويبقى ناعم وفي نفس الوقت ما يتقصّفش. باقلّب كل المحلول بتاعي تاني خلاص، أنا كده خلاص خلّصت. باتأكد بس آخر مرّة إن أنا كُلّه عندي متجانس ومتماسك مع بعضه. هابدأ أجيب الكونتينر بتاعي وهاعبّي فيه المحلول بتاعي أو المنتج بتاعي، وهابقى كده خلّصت. طبعًا أنا أعبّيه في مرحلة معيّنة قبل ما هيجمد. ناس ممكن تبقى شايفاه تقول لي: إيه ده ما جمدش. هو هيقعد حوالي 10 ساعات زيادة بعد التحضير بتاعه، هتلاقيه جمد تمامًا وأصبح كريم أو حمام كريم زي اللي حضراتكم بتجيبوه من أماكن مستحضرات التجميل أو الصيدليات أو whatever. ولكن هنا ده كله منتجات طبيعية 100%، مفيهوش أي مواد كيميائية أو chemicals تأثر على الشعر، بل بالعكس كلها زيوت وحاجات طبيعية مفيدة جدا جدا للشعر. ده كان فيديو النهاردة، أتمنى يكون عجب حضراتكم. ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتسيبوا لنا رأيكم في التعليقات، ودايما خليكم متابعينا. أشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم.